الثعلب والعنب. في أحد الأيام كان الثعلب يتمشى في الغابة، وفجأة رأى عنقود عنب يتدلى من أحد الأغصان المرتفعة. قال الثعلب لنفسه مسرورا: هذا ما كنت أحتاجه ليطفئ عطشي. تراجع الثعلب بضع خطوات للوراء، ثم قفز محاولا التقاط العنقود، لكنه فشل، فحاول مرة ثانية وثالثة، واستمر في المحاولة دون جدوى. أخيرا وبعد أن فقد الأمل سار مبتعدا عن الشجرة، وهو يقول متكبرا: إنها ثمار حامضة على أي حال، لم أعد أريدها. من هذا نكتشف أنه من السهل للغاية أن تنتقد ما لا تستطيع الوصول إليه، وهذا حالنا اليوم.